هذه السنة عمل اقتصاد المرأة على فتح عدة مشاريع منها التجارية والصناعية وأيضا الزراعية، ويسعى اقتصاد المرأة من خلال فتح هذه المشاريع هو لتقوية الاقتصاد ودعم أيضا صندوق الاقتصاد وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لنساء المجتمع. بالنسبة لمدينة الرقة يمتلك اقتصاد المرأة فيها ما يقارب مساحة 170 دونم في منطقة الكسرات، وهي تم زراعتها بالخضروات. 70 دونم منها كان مزروع بمادة القمح، وبعد الانتهاء من الموسم تم توريده إلى الصوامع. كذلك الأمر في تشرين مساحة 450 دونم أيضا تم زراعتها بمحصول القمح وأيضا الذرة الصفراء، وبعد الانتهاء من حصاد هذه المواسم يتم توريدها إلى صوامع الحبوب وأيضا إلى المجفف. وكذلك الأمر يعود وارد هذه المشاريع إلى صندوق اقتصاد المرأة. أيضا بالنسبة للأفران يوجد 4 أفران، فرنين صاج، فرنين فطائر. أيضا هذه الأفران تم تفعيلها في هذه السنة بنظام الكوبراتيفات. نظام الكوبراتيفات الذي يخدم جميع شروحات المجتمع. كان هناك 4 كوبراتيفات قائمة في هذه العمل تخدم النساء التي تعمل ضمن هذه الأفران، والذي يبلغ عددهن ما يقارب 15 عاملة ضمن هذه المشاريع. بالنسبة أيضا لاقتصاد الرقة فهناك مشروع الثروة الحيوانية أو مشروع الأغنام. مشروع الأغنام أيضا يهدف إلى تمكين المرأة على جميع الأصعدة كما ذكرنا، إذا كانت اقتصادية أو تجارية أو زراعية وإلى آخره. وأيضا هذا المشروع يعود بوارداته من الجبنة والحليب واللبن أيضا إلى صندوق الاقتصاد. فأيضا لمدينة الرقة فهناك ما يقارب 6500 شجرة زيتون. من ضمن هذه السنة كان هناك برنامج عمل تطوعي لرفيقات المؤسسات بالإدارات المدنية، وأيضا مشاركة من قبل رفيقات مكاتب المرأة إذا كان بالبلدية، إذا كان بالاقتصاد العام من كومينات ومجالس، وعدد أيضا من الرفيقات أيضا بالنسبة لمكاتب التجمع. بالنسبة لمدينة الطبقة بالنسبة للأراضي الزراعية فهناك مساحة 300 دونم، 140 دونم تم زراعتها بأيضا الخضروات منها الصيفية أو الشتوية، و160 دونم تم زراعتها بعد الانتهاء طبعا من محصول القمح تم زراعتها بالذرة الصفراء. كذلك الأمر بنفس الآلية بنفس العمل يتم توريدها إلى الأماكن المخصصة لها. يمتلك أيضا الاقتصاد فرن فطائر في منطقة السوق. كذلك الأمر معمل لأكياس النايلون وهو عائد بالنسبة لصندوق الاقتصاد. هناك بيت مونة الذي يتم من خلاله صنع مواد المونة لخدمة هذا المجتمع ولخدمة أيضا هذا السوق، ويتم تسويقها في المحلات التابعة للجنة. أما بالنسبة لمنبج يمتلك الاقتصاد مزرعة فيها عدد من الأشجار المثمرة، يبلغ عدد أشجار الزيتون فيها 400 شجرة. يقوم على هذا العمل عائلة تخدم هذا المشروع من سقاية وتحويض وإلى آخره. كذلك الأمر معمل المنظفات في هذه السنة هو متوقف عن العمل نتيجة عدم وجود أيدي عاملة تخدم هذا المشروع. كذلك الأمر يوجد محل فطائر قائم بنظام كوبراتيف، بالنسبة أيضا محل ألبسة وصالون كوافيرة أو صالون تجميل نسائي أيضا تعمل فيه نساء ما يقارب 5 نساء، وهذا العمل قائم أيضا بنظام الكوبراتيفات. الأمر في دير الزور يمتلك الاقتصاد فرن آلي أو فرن المرأة تابع للجنة الاقتصاد. كذلك الأمر مطحنة المرأة أيضا المطحنة الخاصة بلجنة الاقتصاد تقوم باستلام الحبوب من شركة تطوير المجتمع الزراعي ليتم طحنها بشكل يومي وتوريدها أيضا للمستودع المركزي للمطاحن. عدد العاملات فيها ما يقارب 10 عاملات ضمن هذه المشاريع بالنسبة للورديات الصباحية أو المسائية. كذلك الأمر تم زراعة 400 شجرة كزراعة حديثة لأشجار الزيتون، وهناك أيضا مشغل خياطة ولكن هو متوقف عن العمل حاليا نتيجة عدم توفر الأقمشة. وكذلك الأمر تم تفعيل مشروع المسمكة، وهو أيضا مشروع حديث قيد التجربة،
ويسعى اقتصاد المرأة في جميع هذه المناطق المحررة اليوم لدعم النساء بشكل كامل. يسعى اقتصاد المرأة من خلال هذه المشاريع التي ذكرناها إلى تقوية الاقتصاد، إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وأيضا لإثبات وجودها ضمن المجتمع وأنها قادرة على العمل ضمن الأعمال إذا كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو حتى مشاريع الأفران. نحن نعلم اليوم من ضمن ظروف هذه الحرب التي مرت بأن أغلب النساء ليس لديها معين، بأن جميع النساء بحاجة إلى عمل، فيسعى اقتصاد المرأة اليوم إلى تأمين فرص عمل لكافة النساء. وأيضا سيكون هناك من الخطط المستقبلية للجان الاقتصاد في ال4 مناطق هو تطوير آلية العمل التي نقوم عليها، وأيضا فتح مشاريع جديدة إذا كان من معامل، من مصانع، أو حتى ورشات تخدم أكبر عدد ممكن من النساء.